بسم الله الرحمن الرحيم. السادة مستمعي مسامع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا محدثكم يتمنى لكم وقتا ممتعا في هذا اللقاء. نجد الآن على اليمين فريق النور. اسمي رودريغو، حاليا حسين، وأنا كما سمعتم أنا من البرازيل. وعلى الشمال فريق الظلام، جعلنا الله وإياكم من أصحاب النور دائما. الدين هناك في البرازيل هم نصارى، أبي وأمي وجميع عائلتي كلهم نصارى. الكرة الآن مع فريق الظلام. أنا كنت عمري 13 سنة وأنا أذهب مع أبي وأمي إلى الكنيسة، وكنت أقرأ الإنجيل وكنت أقرأ التوراة منذ صغير، فرأيت تناقض واضطراب في نفس الإنجيل. رودريغو بفطرته يحاول قطع الكرة من فريق الظلام. نبي من أنبياء الله وهو يعقوب عليه السلام صرع مع الله فغلبه. كيف هذا إله؟ كيف هذا رب السماوات والأرض يغلب؟ كيف يوصف الأنبياء وهم قدوة بالفجور والفساق؟ هذا الشيء لا يدخل في عقل. كنت أذهب وأقرأ وما دخل شيء في عقلي، الحمد لله. رائع جدا يا رودريغو، تقطعها إن شاء الله. حاول تتنجح. كيف يكون المسيح عليه السلام 3-1؟ هذا غير معقول. كأن أقول لكم أنا حسين ونفس وقت أنا أبي وأنا ابني. من أنا؟ واحد يقول لا أنت حسين، لا أنا أبي، لا أنت أبو حسين، لا أنا ابني. والله شيء غريب. حزنت جدا، عرفت ديني ودين أبي ودين أمي وجميع دين أصدقائي وجميع دين كل قومي محرف وبدل، حرفوه. لا 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 لا، محاولة جيدة من رودريغو لقطع الكرة، ولكنها لا تزال حتى الآن مع فريق الظلام. إلى أين أتجه؟ إلى أين أتجه الآن؟ ما عليك يا رودريغو، خيرها بغيرها إن شاء الله. حاول ثانية. لكن بدأت أبحث من الأديان، أقرأ الكتب عن الهندوس، عن التوراة واليهود والأديان. رودريغو بعد عناء يقطعها ويتجه للمرمى في محاولة لتسجيل هدف. أول ما التقيت بالهندوس فرصة الآن متاحة لرودريغو، يصدق رودريغو جميلة جدا. دخلت في مكانهم ناس كانوا يسجدون للصنم وخفت، قلت ما فائدة، أنا أخرج من دين أبي دين أمي وأدخل في دين ناس لا أعرفهم فتركتهم. لا 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 لا، وحتى بعيدا جدا عن المرمى. حاول تركز في المرات القادمة مرة أخرى. رودريغو يحاول تسجيل الهدف. اليهود كما معروف في كل العالم في البرازيل يقولون اليهود هم شعب الله المختار، محترمين مصلحين كذا. هذا حبت إليه. يا سلام يا رودريغو، لا تضع الهدف هذه المرة، حطها يا رودريغو، هو المرمى هو المرمى. حبت إليه فهذا قال لي طيب أبوك يهودي؟ لا. وأمك يهودية؟ لا. فإذا لا تستطيع أن تكون يهودية. ليش؟ لأن دين اليهودية بالوراثة، إذا أمك ليست بيهودية خلاص لا يمسك من شعب الله المختار. مرة أخرى يضيعها رودريغو. حزين والله، اكتشفت أن ديني باطل. ما عليه يا رودريغو، لا تزعل ولا ذيك صدرك، الله معك إن شاء الله، والهدف جاي، لكن حاول وكثر الدق يفك الحم. قرأت أن الإسلام عنده كتاب اسمه القرآن. بداية هجمة منظمة لرودريغو. فتحت في بعض المكتبات. رودريغو يتخطى بشكل جيد، يعدي بشكل حلو. طلبت نسخة، يقترب جدا من المرمى، العبها يا رودريغو. بس نسخة وقرأت. سبحان الله يا إخوان، كل الأشياء التي أردت أن أعتقد وأن أؤمن وما وجدت في الإنجيل ولا في التوراة وجدت في القرآن، فقلت خلاص هذا دين. جميلة تهز شباك فريق الظلام. كلنا يخوض مباراته الخاصة، فمن أي الفريقين أنت؟ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. الراعي الإلكتروني لهذا الإصدار مجموعة نبض الوفاء، نبضة تخاطب القلوب والعقول، تخفق بين ثنايا شبكتكم العنكبوتية. عنوانها www.nabd.net. تستمعون الآن إلى أحداث الشريط الأول من سلسلة الباحثون عن الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي قال في كتابه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنا تؤفكون. الحمد لله الذي قال في كتابه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. الحمد لله رب العالمين
إخواني في الله، يصعب على الإنسان يتكلم عن نفسه، لكن أسأل الله تعالى أن يسر هذا الأمر وأن يجعل هذا اللقاء فائدا لنا في الدنيا وفي الآخرة. اسمي رودريغو، حاليا حسين، وأنا كما سمعتم أنا من البرازيل. البرازيل كما تعلمون تقع في جنوب أمريكا الجنوبية. الدين هناك في البرازيل هم نصارى من الطائفة الكاثوليكية، وأنا خرجت من هذه بيئة البرازيل. أنا أبي وأمي وجميع عائلتي كلهم نصارى، بعضهم غير ملتزمين وبعضهم متعصبين، لكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى هداني إلى هذا الدين العظيم. أنا كنت عمري 13 سنة وأنا أذهب مع أبي وأمي إلى الكنيسة، فكلما أدخل إلى الكنيسة أرى تماثيل وصور وأسماء رجال صالحين هناك، وأرى صورة وهم يزعمون أنها صورة المسيح وليس بصورة عيسى عليه السلام، إنها صورة الشيطان الذي يجعل الناس يعبدونه في صليب. وكنت أقرأ الإنجيل وكنت أقرأ التوراة منذ صغير، فرأيت تناقضات واضطراب في نفس الإنجيل. كلما أذهب للكنيسة كنا نجلس على كرسي نرفع وندعو، فأرى هذه صورة المسيح، فيأتي للبالي سبحان الله هذا ابن الله والله حرام، كيف صلبوا ابن الله؟ بعدين جاء الفكرة هذا الله حرام، كيف صلب الله؟ هذا جاء في بالي. بدأت أقرأ الإنجيل بكثافة بجدية، أنا أريد أن أفهم ما هي دينه. فالإنسان هناك عندما يعيش بين النصارى، الأب نصراني وأم كل النصارى، صعب جدا واحد يفكر هل يوجد دين حق، وهو يعيش على هذه الطبيعة ويظن أن لا يوجد دين إلا هذه النصرانية. ولكن كلما يزداد علما عن دينه سيبدو الاضطراب وهالتناقضات. كنت أقرأ في الإنجيل قصة المسيح، في توراة قصة موسى وهارون وإبراهيم وتناقضات. وأنا قرأت في التوراة قصة عجيبة، في التوراة ليست توراة موسى وهم يزعمون أنها توراة وهي محرفة. تقول نبي من الأنبياء الله وهو يعقوب عليه السلام صرع مع الله فغلبه. تقول كيف هذا إله؟ كيف هذا رب السماوات والأرض يغلب؟ بدل قصص أخرى تقول أن النبي من الأنبياء والعياذ بالله زان ببنته. فقل إيه؟ كيف يوصف الأنبياء وهم قدوة بالفجور والفساق؟ هذا شيء لا يدخل في عقل الإنسان. بعدين كنت أقرأ في الإنجيل ولا صور تمثيل، أنا كنت أسأل القسيس هذا لوقا وهذا مرقس وهذا من هؤلاء؟ أسماءهم غير مذكور في الإنجيل. هناك الإنجيل برواية مرقس والإنجيل برواية لوقا والإنجيل برواية متى، لكن أين الإنجيل باسم المسيح؟ لا يوجد. كنت فكر من أين جاءوا بهؤلاء الرجال؟ هؤلاء جاءوا بعد المسيح وقدموا للدين، ونحن نجعل هذه الصورة تمثيل لكي لا ننساهم وندعوهم لكي يكونوا وسيط وشفاعة عند الله. طيب إذا ندعو رجال صالحين لماذا نعبد هذا المسيح؟ هذه تساؤلات. وكنت أذهب وأقرأ وما دخل شيء في عقلي الحمد لله. كلما أذهب إليه أعود إلى بيتي واضطراب زيادة حتى أريد أن أعرف الآن من هو عيسى ابن مريم، لماذا هو ابن الله؟ هو ابن الله الوحيد والصلب وزبر الذي تخلص من الذنوب البشرية. طيب إذا نحن كلنا مغفور، ما فائدة أنا؟ لا، بعدين أجوبة عجيبة. فكل هذا ما دخل الحمد لله. بعدين جاء تساؤلات، هو إله أو هو الرب أو هو نبي أو هو بشر؟ فقالوا لي لا، فهو أب والابن وروح القدس. طيب هذا العقيدة تثليث. فأنا رأيت كيف يكون المسيح عليه السلام ثلاثة في واحد، هذا غير معقول. كأنا أقول لكم أنا حسين ونفس وقت أنا أبي وأنا ابني. من أنا؟ واحد يقول لا أنت حسين، لا أنا أبي، لا أنت أبو حسين، لا أنا ابني. فالحمد لله اكتشفت أن بدل أشياء يعني غير معقولة في الإنجيل. ذهبت لقسيس آخر كل نفس الشيء، لا تسأل، هذا سير الإيمان، لا تسأل. بدأت أقرأ تاريخ الرومان وتاريخ دين كاثوليكية، فوجدت أن لما انتهت